بتبدأ الحلقة الرابعة من المسلسل مع بنت عم سون واللي بيكون اسمها كيمي لما طلعت الموبايل من شنطتها ولقت إن يونج هو اللي بيرن عليها. وساعتها كل اللي في القاعة بيتصدم وبياخد منها يونج الموبايل، وبيكون بارك باين عليه التوتر وبيطلب يونج منها الباسورد بتاع الموبايل، بس هي ما بتردش عليه. فبيقول لها إنهم هيصدروا الموبايل ده لأنه بقى دليل في القضية، وإنهم هيفتحوا الموبايل سواء اتعاونت معاهم أو لأ. وفي الوقت ده بنلاقي شين والمساعد بتاعه وهم داخلين القاعة، ولما بيفتح يونج الموبايل بتظهر صورة لبارك وهو مع كيمي، وبيبان إن في علاقة بينهم. ساعتها بارك بينهار وبيترجاه إنه يشيل الصورة، وبيعترف إنه كان السبب في اللي حصل لسون، وبيفتكر ساعتها إنه في الأول كان مرتبط بكيمي وكانت علاقتهم كويسة لحد ما عرفته على بنت عمها واللي بتكون سون. فبيتعرف عليها وبتتطور علاقتهم لحد لما بتحمل منه، وبتهدده إنها هتقول لكيمي، بس هو بيرفض وبيختار إنه هينفصل عن كيمي من غير ما يقولها عن السبب. وبيعرف بعد كده بارك إن سون خدعته وإنها ما كانتش حامل وعملت كده علشان تبعده عنها. ولما حس إنها ضحكت عليه رجع يكلم كيمي تاني وبدأوا يتقابلوا، بس سون قدرت تكتشف إن علاقتهم رجعت تاني، وعلشان كده قرر إنه يقتلها ودبر الحادثة دي وفك الحزام بتاعها ونط بالعربية من المنحدر. وبنروح بعد كده لشين في العربية مع المساعد بتاعه وهو بيسأله عن يونج إذا كان خد جانب بايك ولا لسه، وساعتها المساعد بيقوله إنه هيسأل. ولما بنرجع ليونج بنلاقيه قاعد مع الصحفية في كافيه، وبيفتكر ساعة لما كان بيسألها على كيمي وبيطلب منها رقم كيمي الشخصي، فعلشان كده بيشكرها يونج لأنها ساعدته في القضية، وبيقول لها لو احتاجت حاجة تكلمه، فبتوافق وبتمشي. ولما بيروح يونج لبايك بيعرفوا إنه مرشح إن يكون رئيس المحكمة العليا، بس يونج بيقلق لما بيقوله كده لأنه عارف إن الفترة الجاية هيكون في عاصفة إصلاحات كبيرة والقاضي بايك ممكن يتأذي فيها، فبيقرر إنه يمنعه لأنه هيساعده في انتقامه ولازم يفضل جنبه. ولما بيرجع يونج على المكتب بنلاقي سونج بترن عليه وبتطلب منه يساعدها لأن والدها اتهم بالسرقة، واللي بيتهمه شخص اسمه تشانج، واللي بيلاقي الخزنة بتاعته مسروقة. في نفس الوقت بيرن تشانج على شين وبيعرفوا بالسرقة اللي حصلت، فبيتعصب وبيخاف إن الخبر يطلع للصحافة لأن هيحصل مشاكل كتيرة. وبنروح بعد كده لمرات يونج وهي فاتحة الأخبار وبتلاقي أختها ماسكة قضية كبيرة، وبتستغرب إزاي عرفت تمسك قضية زي كده. ولما بتروح لأخوها وبيطلب منها إنها تركز مع القاضي لأنها مش معاها رخصة للمحاماة ومش هتعرف تحافظ كتير على مكانها في الشركة، بس هي بتقوله إن الشركة دي هتبقى بتاعتها وكلهم هيشتغلوا عندها. أما يونج فبيكلم رئيسه وبيطلب أجازة، فبيوافق لأنه بيبقى فاكر إن علاقته كويسة مع البنت اللي خرج معاها. وبنروح بعد كده لمكان غريب بنلاقي فيه واحد متعلق من رجله وفي حد قاعد قدامه عمال يكتب في ورقة وبيرن موبايله. ولما بيرد بيلاقيه شين وبيطلب منه يلاقي مكان تشانج ودفتر مسروق ويعمل ده في سرية، فبيوافق الراجل. وساعتها الراجل المتعلق من رجله بيترجى شين إنه يسامحه، بس شين بيؤمر الراجل إنه يخلص عليه، وبيبان إن الراجل ده شغال لحساب شين وبينفذ له مهماته. ولما بيوصل يونج لسيونج الصحفية بيلاقي واحد لابس ماسك بس ما بيركزش معاه لأن سيونج بتنادي عليه. ولما بتخش للمكان بتلاقي الأمن بيضربوا والدها علشان يرجع اللي سرقه، فبتدافع عنه وبتقول لهم إنه ما سرقش حاجة. فساعتها الأمن بيقرر إنه يحبس بنته لحد ما يرجع الحاجة اللي سرقها. فساعتها سيونج بتقوله إنه لو المالك ما بلغش إن في حاجة غالية في المكان مفيش مسؤولية لو الحاجة دي اتسرقت، وبتوريه إنها سجلت كل اللي حصل. فساعتها بياخد منها الراجل الموبايل وبيكسره وبيضربها. وفي الوقت ده بيدخل يونج وبيبان إنه كان معاها في المكالمة وهو اللي قال لها تقول كده، وبيعرفهم إنه قاضي وهيحبسهم، فبيخافوا منه وبيسيبوهم. وبتاخد سيونج والدها وبتشكر يونج. وبعد كده بيروح يونج لواحد صاحبه اسمه جون واللي بيكون رئيس عصابة بس طيب وبيساعد الناس. وساعتها يونج بيقوله عن السرقة اللي حصلت وبيعرفه إنه محتاج الحاجة اللي اتسرقت، وبيبان إن الحاجة دي مهمة ليونج وفيها خطر على شين. وبيفهم جون إن الشرطة ما ينفعش تعرف، فبيخاف عليه، بس يونج بيطمنه. فساعتها جون بينادي المساعد بتاعه ويقوله يلاقي الحرامي. ولما بيسأل جون إيه هي الحاجة اللي اتسرقت بيقوله يونج إنها دفتر فيه أسامي، والأسامي دي لناس عندها مشاكل كتيرة. ولما بيمشي جون بيفتكر يونج لما كانوا صغيرين
وبيبان إن يونج عاش طفولة صعبة وكان فقير لدرجة إنه اضطر يسرق لعبة كان عايزها. ولما كبر اشتغل مع بلطجية هو وجون، وفي يوم طلعوا علشان يضربوا عمال متظاهرين قدام شركة واللي بتكون شركة اس. وساعتها خاف يونج من العنف اللي بيحصل، بس لقى وسط العمال دول والده، وقبل ما يلحقوا حد ضربه على راسه. وساعتها الشرطة بتيجي وبيهرب يونج مع صاحبه وبيسيب والده. وبنروح بعد كده للمحكمة، والقاضي بيحكم في قضية للعنف اللي حصلت قدام الشركة، والمتهم بيكون هو والد يونج وبيبان إنه مضروب. وساعتها يونج بينهار لأنه كان يقدر يشهد إن والده بريء وإن الشركة هي اللي أجرت بلطجية وهم السبب في العنف، بس يونج خاف وكان جبان إنه يعترف بكده. وساعتها القاضي حكم على والده بالحبس 1.5 سنة. وفي الوقت ده قرر يونج يبقى قاضي زي ما كان عايزه والده، علشان يقدر يسأله هل شافوا اليوم ده مع البلطجية ولا لأ. ولما بيفوق يونج من ذكرياته بيلاقي واحدة واقفة في نص الشارع قدام عربية وحد بيناديها المدعية جين. فبيفرح يونج أول ما بيشوفها، وبتكون هي بتقبض على شخص اسمه جانج بتهمة التهرب الضريبي، واللي بيفتكره يونج إنه نفس الشخص اللي حكم عليه في قضية شركة اس. فساعتها بيفتكر كلام جين ليه إنها أول ما تعينت مدعية وهي بتلاحق الشركة دي، وبيبان إنها عايزة تنتقم من الشركة لأسباب هو ما يعرفهاش. وبنلاقي شين بيبلغ حد اسمه هيون بيقول إن جانج اتقبض عليه، وبنعرف إن ده هو المدبر لكل حاجة. أما جين لما بتروح تحقق مع جانج بيجيلها مكالمة من رئيسها، بس هي ما بتردش عليه، فبيقول لها جانج إنه من مصلحتها ترد. ولما بتروح جين لرئيسها بيخليها تأجل التحقيق معاه، فبتستغرب ساعتها لأنه هو اللي طلب منها تقبض عليه ودلوقتي خلاها تأجل التحقيق. وبنعرف إن رئيسها متعاون مع شين وبينفذ تعليماته. وبنروح بعد كده لحما يونج وابنه، بيقوله إن القضية اللي ماسكينها هيكسبوها، وساعتها بيفتكر كلام شين ليه وبيفهم إن مصيره بإيديهم. أما يونج بنلاقيه بيفكر إنه لو اتعاون مع جين هيكون ده مفيد ليه. وتاني يوم لما يونج بيكون قاعد مع جان بيقوله المساعد بتاعه إنهم وصلوا للحرامي واللي بيكون شغال عامل توصيل، ولما بيجيبوه بيسلمهم كل الحاجات اللي سرقوها، بس الدفتر مش بيكون موجود لأنه افتكروا مش مهم ورماه في الزبالة. وبنلاقي إن في حد خد الزبالة دي واللي بتكون هي جدة البنت المريضة، فساعتها جون بيتصل على عصابته علشان يساعده يلاقي الدفتر. في نفس الوقت ده بنلاقي الراجل المقنع خاطف ناس وبيعذبهم، واللي بيكونوا شركاء في عملية السرقة، وبيسألهم على مكان الدفتر، ولما بيعرف إنه اترمى في الزبالة بيروح هو كمان يدور عليه. وبنشوف أم يونج بترن عليه وبتقوله إن معاها دفتر أسود لقيته في الخردة، فبيوصل يونج بسرعة ليها وبياخد منها الدفتر وبيشوف اسم كيم فيه، واللي بيكون مرشح لمنصب رئيس المحكمة العليا. وبنعرف إن يونج عمل كل ده علشان يعطل الترقية بتاعة بايك، لأن الدفتر ده هيعمل فوضى كبيرة. وبنلاقي إن الراجل المقنع بيكون شايفهم، وبعد شوية بنشوف مؤتمر صحفي بيعمله يونج بيبلغ فيه عن الفساد العسكري اللي حصل، وبيكون معاه الدفتر وبيقول الأسامي اللي فيه، واللي بيكون من ضمنها المرشح كيم ونائب البرلمان هيون. وهنا بتنتهي الحلقة الرابعة من المسلسل.